طيب الفيديو ده هو الجزء التاني من مسلسل تشابل وايت، فلو ما شفتش الجزء الأول هتلاقي الرابط بتاعه في الديسكريبشن. وبنفكركم سريعا إن الجزء الأول انتهى بظهور ستيفن، ووقتها بيتأكد تشارلز إن ستيفن بقى من اللا موتى. وبيحاول تشارلز إنه يعرف من لوي ستيفن كان بيقول لها إيه، بس هي مش بتتكلم ولا بتقول أي حاجة. وبتوصل ريبيكا على بيت تشارلز وبتعرفه إنها شافت فيليب. وبيكون تشارلز مصدوم ومش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل. وفي الأثناء دي بيسمع تشارلز صوت جاي من بره البيت، ولما بيشوف مين بيلاقي البنت اللي ظهرت لتاين وادت التفاحة ومعها ناس كتير شبهها. وبتقوله إن الوحيد اللي يقدر يساعده هو جاكوب، وإنه مستنيه وهيفهمه كل حاجة. ولما بيسألها مين هو جاكوب بتقوله البنت إن جاكوب هو الخلود، وإنه هيستناه بكرة في اللوت المقدس. وبتدي بنت من اللي واقفين سكينة وبتقتل البنت نفسها وهي بتضحك. وبنشوف تشارلز وهو بيحاول يعرف من لوي الكلام اللي قاله لها ستيفن، فبتقول لوي إن ستيفن وعدها إنها تشوف مامتها وإنه يقدر يشفيها من مرضها. فبيقول لها تشارلز إن ستيفن بيضحك عليها علشان تنفذ أوامره، وبيطلب منها تتجاهل كلام ستيفن وما تنفذش أي طلب يأمرها بيه مهما حصل. وبيقرر تشارلز إنه يروح يقابل جاكوب، وبيسأل إيبل هو إزاي يوصل لهناك. وبيقول له إيبل إنه عارف الطريق لأن ستيفن خلاه يوصل أخشاب لهناك قبل كده. وفعلا بياخد إيبل تشارلز وبيوصله للوط المقدس. وبيطلب تشارلز من إيبل إنه يروح ويفضل مع أولاده علشان يحميهم. وبيروح تشارلز وبيشوف البنت اللي بتظهر له، وبيطلب منها إنه يشوف جاكوب. وبعد وقت طويل بتدخلوا البنت وبيكون المكان غريب ومرعب، وبيلاقي تشارلز جثتين متعلقين وبينزلوا دم. وبيتقابل أخيرا تشارلز مع جاكوب واللي بيكون شكله مخيف ومرعب، وبيعرفوا جاكوب بنفسه بإنه من اللاموتى. وبيحكي له جاكوب إن جد تشارلز بون سرق كتابهم المقدس. وبيحكي جاكوب لتشارلز إن جده بون سرق كتابهم المقدس واللي بيكون اسمه ألغاز الدودة، وإنه كتب اسمه جوه الكتاب بالدم. وبيكون هو ده تفسير جملة الدم بالدم اللي كان بيقولها والد تشارلز. وبيعرف جاكوب إن الكتاب مع عيلة بون، وبيعمل معاهم اتفاق إنهم يسلموه الكتاب وفي المقابل هيسيبهم يشربوا من دمه ويبقوا من اللاموتى خالدين زيه. لكن بعدها بيكتشف ستيفن وفيليب إن الكتاب اختفى، وبيقولوا لجاكوب إن الوحيد اللي يقدر يساعدهم ويلاقي الكتاب هو تشارلز، لأنه من عيلة بون وهيقدر يسمع صوت الكتاب لما ينادي عليه، وإن تشارلز لازم يمشي ورا الصوت لغاية ما يوصل للكتاب. لكن تشارلز مش بيرضى يساعد جاكوب في البداية، وبيضطر إنه يوافق في الآخر لما بيخطف جاكوب أبل وبيكون عايز إنه يقتله. وبيوعد تشارلز جاكوب إنه يجيب له الكتاب ويسلمه له. وبيروح لريبيكا وبيكتشف أولاد تشارلز إنها كاتبة وبتكتب قصة عنهم وعن لعنة البيت، وبيتعصبوا منها جدا. وبتحاول ريبيكا إنها تبرر لهم اللي هي بتعمله. ووقتها بتكتشف إن لوي مش موجودة، وبيدوروا عليها في كل مكان بس مش بيلاقوها في البيت. وأثناء طريق تشارلز وهو راجع لبيته بيشوف بنت لوا واقعة على الأرض، وبيجري عليها بس بيلاقيها ماتت، وبيحضنها تشارلز وبيفضل يصرخ وهو منهار. وبنرجع فلاش باك لسنة 1848، وبنعرف إن مارسيلا بنت ستيفن هي اللي سرقت الكتاب، وبتحاول تهرب من باباها وجدها في القبو، لكن بتقع وبيدخل المقص في رقبتها وبتموت. وبنرجع للوقت الحالي وبيوصل تشارلز على البيت وهو شايل جثة بنته لوا ومنهار، وبيلاقي في رقبتها أثر العضة، وبيفهم وقتها إن ستيفن هو اللي قتلها. وبتعتذر ريبيكا لتشارلز على اللي حصل وبتكون حزينة لأنها فشلت في حماية أولاده. وبنشوف جورج وهو بيحكي للدكتور والقس مارتن إنه لقى علامات عض في رقبة ماري وإنه خايف تكون اتحولت للاموتى. وبيقرر القس مارتن إنه يخلي فاس تسافر لوحدها لأنه ما ينفعش يسيب القرية وهم في الوضع ده. وبتكون مراته أليس واقفة من بعيد وسامعاهم. وبيروح مارتن والدكتور لكلويتس وبيعرفوا منها إن فيليب وستيفن كانوا فعلا من اللاموتى، وإن فيليب هددها إنها لو حكت أي حاجة لأي حد عن سرهم هيقتلها ويشرب دمها. وبنشوف تشارلز واللي بيواجه ريبيكا لأنها خدعته وكان هدفها الأساسي إنها تكتب عنهم مش أكتر. وبتعتذر ريبيكا وإن فعلا كان هو ده هدفها أول ما جت على البيت، لكن كل حاجة اتغيرت بعدها لأنها حبت أولاده فعلا. وبيرجع مارتن على البيت وبيلاقي سمويل مستنيه، وبيقوله إنه لازم يسيب البيت وينفصل عن بنته أليس لأنه منافق وبيتاجر باسم الدين مش أكتر. وبنشوف جورج واللي بيقرر إنه يقتل ماري قبل ما تتحول للاموتى، وبيفضل يخنقها لغاية ما بتموت. لكن بتفوق بعدها ماري وبيتأكد جورج إنها خلاص اتحولت للاموتى. وبنروح لفيس وهي في طريقها لكاليفورنيا، لكن بيهجم عليها سكان اللوط المقدس وبيقتلوها. وبنروح لبيت تشابل وايت وبيكون تشارلز بيستعد لهجوم اللاموتى عليهم، لكن بيتصدم لما بيسمع صوت بونتلوي وهي بتنادي عليه وبتطلب منه إنه يفتح لها الباب. ولما بيفتح الباب بيلاقي بنت لوي واقفة قدامه، لكن شكلها بيكون متغير وبتطلب منه يجي معاها. ولما بيوصلوا على الحظيرة بيظهر فيليب وستيفن وبيتأكد تشارلز إن بنته اتحولت للاموتى،
وبيطلب منه ستيفن إنه يديله الكتاب، لأنه أكيد جاكوب هيقتله هو وأولاده أول ما ياخد الكتاب، وبيسيبوه بعدها وبيمشوا. وبيسمع تشارلز صوت الكتاب بينادي عليه زي ما قاله جاكوب، وبيمشي ورا الصوت لغاية ما بيوصل لقبر التوأم أولاد القس مارتن. ولما بيحفر تشارلز القبر فعلا بيلاقي الكتاب مدفون معاهم، وبمجرد ما بيفتح الكتاب بيشوف رؤية عن المستقبل لو سلم الكتاب لله موتى، وبتكون الجثث والدمار في كل مكان. وبيفوق تشارلز من الرؤية وبيسمع لوي بتنادي عليه، وبيترجاها تشارلز علشان تفضل معاه وما تسيبهوش، وبتقوله لوي إن هو اللي لازم يروح لها مش هي اللي هتجيله. وبيقوله ستيفن إنه مش هيقدر على شر الكتاب لوحده، وإنه لازم يسلمهم الكتاب ويهزموا جاكوب، ووقتها هيعيشوا سوا في سلام. وبيرفض تشارلز إنه يديهم الكتاب وبيرجع على البيت، بس بيكون تعبان جدا بسبب تأثير الكتاب. ويحكي لريبيكا على اللي حصل، وإن اللي عند عيلته ده مش مرض عقلي زي ما كان هو مفكر، وإنهم ملعونين. وبيربط تشارلز الكتاب على صدره علشان محدش ياخده، وبيبدأ يسمع أصوات غريبة، وبيسأل ريبيكا لو هي كمان سمع نفس الصوت، لكن ريبيكا بتقوله إنها مش سامعة حاجة، وإن أكيد اللي هو فيه ده من تأثير الكتاب، وبتقوله إن لازم يحرقه علشان يتخلص منه. لكن تشارلز بيوريها إن الكتاب مش بيتحرق مهما حصل، وإن أكيد الكتاب هو اللي هينتصر على الآخر، وإن أصوات الصراخ اللي سامعها بتزيد، وأكيد دي النهاية ليه ولأطفاله. ووقتها بتخاف منه ريبيكا وبتتأكد إنه هيأذي أولاده، وبتروح لأونر وبتقول لها إنهم لازم يمشوا من البيت دلوقتي، وإنها هتروح تحضر العربية. لكن بتتفاجئ إن تشارلز فتح الاسطبل وفك الحصنة وخرجهم من البيت، وده لأنه بيعتقد إن القرية دلوقتي مش أمان، وإن محدش ينفع يمشي من تشابل وايت. وبتروح أونر لريبيكا وبتقول لها إن باباها نزل القبو وقال لها تنزل هي وأخوها لما ينادي عليهم، فبتقول لها ريبيكا تاخد أخوها ويستخبوا. وبتنزل هي لتشارلز في القبو، وبتلاقيه عامل مشانق لأولاده، وبيقول لها إن هو ده السبيل الوحيد للخلاص، وإنه فهم دلوقتي ليه باباه كان عايز يدفنه وهو صغير، وإنه بكده بيحمي أطفاله، وإن القرية هتتحول لجحيم بعد ما هيسيطر عليها اللاموتى. وبتحاول ريبيكا تبين إنها اقتنعت بكلامه، لكن بمجرد ما بيلف ظهره ليها بتضربه. وتاني يوم بيفوق تشارلز وبيلاقي ريبيكا قاعدة قدامه وبتهدده بمسدس، ومش بيفهم تشارلز هي بتعمل كده ليه، لأنه باختصار مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت. وبيتخض تشارلز لما مش بيلاقي الكتاب معاه، ووقتها بيوصل جورج ومارتن وبيعرفوا إنهم ربطوا الكتاب في ماري، وده بعد ما اتأكدوا إنها اتحولت للاموتى وحبسوها في قبو بيت شابل وايت. وبيسألوا تشارلز عن أهمية الكتاب ده للاموتى، فبيقول لهم تشارلز إن الكتاب ده هو اللي هيرجع لهم الإله بتاعهم، وإنه شاف مستقبلهم في حالة رجوع اللاموتى، وعرف إن دي هتكون نهاية البشر لأن اللاموتى هيتغذى عليهم. وبيعرفهم تشارلز إنه لقى كتاب في قبر الأطفال القس مارتن، وده بعد ما سمع صوت الكتاب وهو بينادي عليه. وبالليل بيهجم فيليب وستيفن على بيت كلويس وبيقتلوها علشان يشربوا دمها. وبنروح لبيت تشابل وايت وبتحصل المجموعة اللي في البيت نفسها برسم الصليب في كل مكان، وبيوصل فيليب وستيفن ولوا وبيقفوا بره البيت، وبيقولوا لتشارلز ان كل اللي هو بيعمله ده مش هيفيده باي حاجه. وفجاه بيرمي ابل السهم وبيسحب فيليب لجوه البيت، لكن فيليب بيخرج السهم من جسمه وبيضرب جورج، وبيقدر تشارلز في الاخر انه ياخد السهم ويعلق بيه فيليب في الحيطه، وبيقطع بعدها راسه بالفاس وبيرميها لستيفن كنوع من التهديد. وبيوصل جاكوب ومعاه قبيلته من اللوط المقدس وبيحاوطوا بيت شابل وايت، وبيجتمع تشارلز مع باقي المجموعة وبيوزع عليهم الأدوار في محاولة منهم إنهم يحموا نفسهم ويحموا البيت. وبيروح تشارلز وبيتكلم مع ريبيكا واللي بتعرفه إنهم بعد ما يقضوا على اللاموتى هتسافر مع مامتها لنيويورك، وبتعرض عليه إنه يسافر معاها هو وأولاده، وبيكون واضح على تشارلز إنه موافق لأنه معجب بريبيكا وشجاعتها. وبيهجم اللاموتى على بيت تشابل وايت، وبيحاول تشارلز إنه يخلص عليهم قبل ما يدخلوا البيت، لكن في واحد من اللاموتى بيتكلم مع مارتن وبيعرفوا إن فيث خدعته لأن الطفل اللي ولدته ده كان ابن جاكوب مش ابنه. وبيطلب من مارتن إنه يسلمهم الكتاب لأن هو ده السبيل الوحيد لنجاته هو واللي معاه، وبيتأثر مارتن بكلامه وبيروح وبيطلب الكتاب من تشارلز، واللي بيرفض إنه يديهوله، وبيفهمه إنه لو اداهم الكتاب هيكونوا خسروا كل حاجة، وإن وجود الكتاب معاهم مانع اللاموتى من إنهم يقضوا عليهم. فبيقتنع تشارلز ومش بياخد الكتاب، وبيوصل اتنين من أتباع اللاموتى للقبو اللي فيه تشارلز واللي معاه، لكن بيقدروا إنهم يتخلصوا منهم. وفي الوقت ده بتنادي لوي على أخوها تاين، وبتحاول تخليه يجيب لها الكتاب بأي شكل وينضم ليها، وإنه بكده هيكون بيحمي أبوه إخواته. وبعدها بيستخبى تاين مع أبوه إخواته في القبو، وفجأة بيمشي كل اللاموتى من البيت، وبينهار تاين وبيعتذر لباباه لأنه سلم الكتاب للوا علشان يحميهم. وبيوصل جاكوب ومعاه باقي أتباعه للوط المقدس، وبيسجدوا للوا لأنها قدرت ترجع لهم الكتاب واللي هيخليهم أسياد العالم والبشر عبيد ليهم. وبيقول جاكوب للوا إنه هينفذ وعده ليها وهيعفو عن أهلها.
وتاني يوم بياخد تشارلز واللي معاه ماري علشان يثبت لأهل القرية إن جاكوب حول فيليب وستيفن للاموتى زي ما قدر يحول ماري، لكن ماري جسمها بيتحرق بمجرد ما بتتعرض للشمس وبتتحول لرماد. ووقتها بس بيصدق أهل القرية تشارلز وبيقول لهم إنهم هيتجمعوا خلال ساعة في البار علشان يقسموا المهام عليهم ويقدروا يسيطروا على اللوت المقدس. وبتنادي أليس على مارتن وبتقوله إنها سامحته وعايزة تتكلم معاه، لكن مارتن بيقول لها لما يرجع من هجوم اللاموتى هيتكلموا. بس أليس بتقوله إنها مش ضامنة هو هيرجع ولا لأ، وإنه ده طلبها الوحيد. وبيروح معاها مارتن وبتكون أليس عاملة أكل، وبمجرد ما بياكل مارتن بيتعب جدا. وبيرجع وبيموت. وده وسط لامبالاة من أليس لأنها في الأساس هي اللي مسممة الأكل. وبنشوف تشارلز وهو في البار وبيقول للمنضمين ليه إنهم لازم يهجموا على اللاموتى في النهار ويحرقوا المكان اللي عايشين فيه علشان يضطر اللاموتى إنهم يخرجوا منه، ووقتها هيتعرضوا لأشعة الشمس وهيقدروا إنهم يقضوا عليهم بسهولة. وبيروح تشارلز علشان يدور على مارتن لكن بيلاقيه ميت على الأرض، وبتكون أليس أكلت من الأكل وانتحرت بعد ما مات. وبينهار صومويل على فقدان بنته الوحيدة وبيضرب نفسه بالرصاص وبيموت. وبيروح تشارلز وباقي المجموعة للوط المقدس علشان ينفذوا خطتهم وبيولعوا النار اللي بيها هيحرقوا المكان، لكن فجأة النار بتطفي وبيتحجب نور الشمس وبيهجم اللاموتى على تشارلز واللي معاه. وبتتصدم ريبيكا لما بتلاقي باباها واللي اختفى من سنين من اللاموتى. وبيقدر تشارلز إنه يدخل جاكوب ويلاقي بنته لوا موجودة جوه، وبيؤمر جاكوب لوا إنها تقتل باباها، لكن لوا بتخدعه وبتقتل واحدة من اللاموتى. وبيستغل تشارلز الفرصة وبيضرب جاكوب بالصليب اللي معاه وبيطلب من بنته لوا إنها تستخبى لغاية ما يرجع لها. وبيحاول ستيفن إنه يكمل الطقوس اللي بدأها جاكوب، لكن بيهاجموا تشارلز وبيقتله وبياخد الكتاب اللي معاه وبيقفله. ووقتها بيرجع نور الشمس مرة تانية وبياخد تشارلز بنته لوا وبيرجع على البيت، لكن إخواتها بيكونوا خايفين منها وبتعترض أونر على وجود لوا معاهم، لكن تشارلز بيفهمها إنه أختها ملهاش ذنب في اللي حصل وإنها هتفضل أختها دايما وما ينفعش ترفض وجودها. وبيروح تشارلز لريبيكا وبيعترف لها إنه بيحبها وبيوصيها تخلي بالها من أولاده. وبعدها بيروح للوا على أوضتها وبيطلب منها إنها تحوله لواحد من اللاموتى، وبترفض لوا في البداية، لكن تشارلز بيفهمها إن هي دي الطريقة الوحيدة اللي بيها هيقدر يحمي إخواتها والكتاب. وبتوافق في الآخر لوا وبتشرب كل دم باباها لغاية ما بيموت، وبعدها بتشربه من دمها. ووقتها بيفوق تشارلز بعد ما يكون اتحول لواحد من اللاموتى، وبينزل تشارلز وبيوصي لوا تاخد بالها من إخواتها. وبيسلم الدكتور لتشارلز شهادة وفاة ليه وبيكون مكتوب فيها إن تشارلز مات بسبب سكتة قلبية، وبيوعده إنه مش هيقول السر ده لحد. وبيودع تشارلز ريبيكا وأولاده وبياخد الكتاب وبيبحر، وبيقرر إنه يمشي وما يرجعش تاني علشان يحمي نسله. وبينتهي المسلسل.